القصة النهاردة اللي هكلمكم فيها هي مش قصة من نسج الخيال، والقصة دي ممكن تحصل لأي حد في نقطة ضعف. أنا إسلام الدولي، وهنا بحكي لكم قصص حصلت في قلب الواقع وقصص بتحصل وأي حاجة هتحصل في المستقبل، ولكن بطريقة العبد لله. فما تنساش اللايك والسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. شاب مصري اسمه آدم اتولد في أسرة متوسطة، أبوه موظف حكومي وأمه ربة منزل. كان عنده أحلام كبيرة، كان دايما الطموح عنده واسع جدا وخياله رايح في أي حتة، ونفسه يبقى معاه عربية وموبايلات وفلل كان عنده الطموح اللي واصل لليفل الوحش. وكان طموحه ده مبني على هدف. اول خطوة من خطوات طموحه او اول خطوة من خطوات اهدافه عشان يوصل لها هي السفر للخارج. السفر كان بالنسبة له كان مش باب الغنى، كان باب انه يخش عالم الخيانة، عالم الجاسوسية، عالم المخابرات. آدم في لحظة واحدة اتحول مسار حياته بالكامل لفيلم أجنبي. حرفيا بقى من مجرد طالب عادي بيدرس في الخارج وطالع منحة تبع الدولة لأخطر عميل مزدوج في الشرق الأوسط. والسؤال اللي أنا هسأله لك قبل ما نخش في تفاصيل القصة: إزاي إنسان عادي ممكن يعيش بوشين، بل بجنسيتين، بل بولائين؟ عنده ولائين. عايزك تجاوبنا على السؤال ده. هل ده ممكن يحصل في الحقيقة؟ هل تخيلت ان ممكن حد تعرفه يحصل معاه حاجة زي دي؟ بعد ما خلص آدم دراسته الجامعية في مصر، حصل على منحة تعليمية لأوروبا. الواد كان شاطر جدا في اللغات، كان بيعرف يتكلم كذا لغة وكان بيرفكت حرفيا. كان أستاذ في الإنجليزي، 90% فرنساوي، وكان بيتكلم شوية ألماني. والأغرب من كده إنه بدأ يتعلم عبري من شوية كتب قديمة كانت في المكتبة في الجامعة. كان شايفها لغة مميزة ونادرة ومحدش بيتكلمها خالص، ومحدش عنده الخلفية والمعلومات عنها أساسا. وفي فترة ما كانت موضة حرفيا، كان في أغلبية الشباب كانوا بيحبوا يتكلموا أو يتعلموا الحاجة المختلفة. المثل كان بيقول لك إيه: خالف تعرف. لما راح المنحة بتاعته، حياته كانت في أوروبا تبان حياة عادية جدا، وهي كانت حياة عادية اوريدي. محاضرات بالنهار، شغل بارت تايم بالليل، يقف في كافيه، يروح يقف في مكتبه، يمسك بيبي سيتر يخلي باله من اولاد بتاعت اسره ما، مثلا ان هم رايحين مشوار فعايزين حد يخلي باله من اولادهم. كان اي حاجه كان جاي فيها عشان يجيله اي قرشين يسنده معاه وهو في الغربه. لكن اللي لفت الانظار ليه انه كان اجتماعي جدا. طبعا المصريين بعادتهم ان هم بيروحوا في اي حته اجتماعيين ويضحكوا وينبسطوا ويهزروا وبتاع، فموضوع الاجتماعيه ده كان مخلي الانظار عليه. ودي كانت نقطة الضعف اللي قدر الموساد يستغلها في آدم. بداية الأكشن بقى كانت في مؤتمر جامعي عن قضايا للشرق الأوسط. آدم اتعرف بالصدفة على شخص يبان إنه دكتور جامعي أو إنه معيد في الجامعة أو شخص فاهم جدا، فلما اتكلم معاه قدروا يتواصلوا مع بعض. وآدم بقى عشان هو اجتماعي فاتعرفوا على بعض بسرعة وبقوا شبه أصدقاء. لكن الشخص اللي اتعرف عليه آدم ده كان ضابط في الموساد، والضابط ده معرفش نفسه إنه ضابط في الموساد من أول لقاء، ولا حتى تاني ولا تالت ولا 10 لقاء ليهم. كان دايما بيقدم له نفسه إن هو دكتور جامعي. وقرب من آدم جدا وسأله عن طموحاته. وإحنا ما شاء الله علينا عرب بنحب نفضفض ونحكي ونقعد نعيد ونزيد، كان الموضوع فيه أريحية رهيبة. بالإضافة لأنه شخص أجنبي فمهتم بيك كعربي، فأنت بقى مبسوط، أنا محبوب، أنا الواد الجامد اللي مفيش منه اتنين. ده كان شعوره وقتها. بدأ الضابط يسأله عن أحلامه، عن طموحاته. نفسك في ايه؟ عايز توصل لبعد الغربة والشهادات اللي انت عايز تاخدها، عايز توصل لايه؟ بدأ الموضوع فيه فضفضة كبيرة. الضابط ده او الدكتور الجامعي، انا مش عارف احطه في انهي حتة دلوقتي، ولكن بدأ يشجعه ويدعمه ويساعده ويجيب له شوية مصالح سريعة. يقول له مش عارف في شغلانة كذا روح اعملها، شغلانة وشغل اضعاف الفلوس اللي كان بياخدها من اي شغل كان بيشتغله بارت تايم وهو بيدرس، او بمعنى اصح قبل ما يتعرف عليه. وده ليه؟ لانه اكتشف من آدم بعد الفضفضة ان آدم وضعه المادي مش كويس. اسرة متوسطة في مصر، بيصرف باليورو بره مصر، فطالع منحة جامعية، بيشتغل بارت تايم عشان يجيب مصاريفه وحاجاته والتزاماته، وغير بقى المصالح اللي كان بيعرضها عليه والحاجات اللي بيبعته الناس. اي شغلانة اي سبوبة كان بيعملها. بدأ الشغل الجد، او مش الشغل الجد قوي. بعد كام لقاء الضابط عرض عليه شوية شغل خفاف كده لزاز
قال له مش هخليك تحتاج تضيع وقت تبذل مجهود، اخليك تشتغل وتمسك فلوس اكتر، فلوس احسن، وانت في مكانك باقل امكانياتك وبحاجات بسيطة جدا. والشغل بقى كان عبارة عن انه بيترجم جرايد مصرية، حاجات بسيطة خالص. قال له ترجمها لي بالفرنساوي، ترجمها لي بالانجليزي، موضوع بسيط. يقول له ترجم لي ملخصات عناوين سياسية، ترجم لي شوية مواضيع مثلا دارجة في البلد او موضوع ترندنج حاليا، ويجيب له الجرايد من مصر وهو يبدأ يترجم له الحاجات اللي هو بيقول له ترجمها له. واي اخبار كانت عن الجيش او كانت عن الاقتصاد في مصر، عن غلاء الاسعار، عن اي حاجه كانت بتحصل، كان يقعد معاه ويديله ورق دوت ويقول له ترجمه لي. الموضوع معروض في الجرايد كده كده، فما كانش سر، فهو ما كانش عايز يوصل منه لحاجه غير انه يعرف هو ممكن يوصل معاه انه يستدرجه لأني درجة. وبالنسبة لآدم ده كان شغل اضافي، شغل لذيذ، ساعة في اليوم ما بنضيعش وقت، بقعد مع الراجل في احلى كافيه، بنشرب وبناكل وبنتظبط وباخد فلوس وما بعملش حاجة. انا كده كده اوريدي بمسك الجرايد وبقرا الحاجات ديت، فلما اقراها واترجمها له انا ما خسرتش حاجة، بالعكس انا مستفيد جدا. لكنه ما كانش يعرف ان دي بداية طريقه للخيانة. المساب بيشتغل بطريقة اسمها قطرة ورا قطرة، بيمسك الكوباية يديك شوية صغيرين، بيملك كوباية نقط نقط نقط، مش بسرعة، مش مرة واحدة، لا، عشان يمسك الشخص، عشان يقدر يكتشف ولاءه وانتمائه ومستوى تقبله للخيانة. كان بيتبعوا هذه الطريقة. في البداية كانوا يطلبوا حاجات صغيرة زي ترجم لنا الجرايد، بعد شوية يخشوا في تفاصيل اكتر في الجرايد، يعني المعلومات الرياضية مش عايزينها ولكن المعلومات الاقتصادية هي اللي عايزينها، معلومات واخبار عن الجيش هي دي اللي احنا عايزينها، دي الخطوة التانية، لحد ما تلاقي نفسك بيطلب منك ترجمة حاجات او تروح تجيب لهم معلومات او تتواصل مع اشخاص عشان تجيب بيانات وداتا ومعلومات سرية تقدر تقدمها لهم. هي دي الثلاث خطوات اللي بيشتغلوا بيها ان هم يجندوا اي حد يشتغل معاهم. البداية للمرحلة الثالثة في التجنيد بتاعه كان ان هم طلبوا منه انه يروح يحضر مؤتمر عربي في عرب كتير هيكونوا موجودين في المؤتمر ده، وطلبوا منه انه ينقل الاجواء، يبدأ يتعرف على الشباب العربي اللي هيكونوا موجودين في اليوم ده او في الاحداث دي، عشان هو اجتماعي بقى، وانه يبدأ يقرب لهم ويصاحبهم ويتعرف عليهم ويعرف كل شخص وقرايبه ايه وهم مين وعايشين ازاي وجايين هنا بيعملوا ايه وسايبين بلادهم ليه. بدأوا يطلبوا منه طريقة تعارف جديدة على ناس جديدة برضه. وكل ما قيمة المعلومات اللي آدم كان هيجيبها من المؤتمرات اللي هيحضرها دي كانت قيمة ليهم جدا، كان الفلوس اللي بيدفعوها احلى. والاحلى ان لما كان بيتعرف على اشخاص ليهم علاقات بضباط او عساكر او حد موظف حكومي في اماكن معينة كان بيقبض حلو، كان بيتدلع، كانت السبوبة بتبقى طعمها احلى. والطمع بدأ يملأ قلب آدم، وكل خطوة في الشغل اللي كان معاهم ده كان بيبعده عن وطنه وكان بيقربوا للخيانة بشكل اكتر. وادم مش غبي، بدأ يحس ان في حاجة مش مظبوطة، ولكن انا في السليم، مفيش مشكلة حصلت لي، انا لحد دلوقتي تمام التمام، وعن نفسي انا ممكن اسيب الجامعة وافضل شغال معاهم في القصة ديت، بالنسبة لي اسرع واحلى كتير من اي حاجة او اي حلم انا كنت بفكر اوصل له او اتعب عشانه. ادم اتعمل له اجتماع سري واتعلم حاجات كتير جدا في الجاسوسية ونقل المعلومات والطرق ان هو يستخلص بيها معلومات من الناس بشكل عام. اول حاجة اتعلمها طرق التواصل، انه يبدأ يبعت ايميلات برموز مشفرة وحاجات محدش يقدر يفتحها ولا يكتشفها، ولا اي جهاز مخابرات في العالم يقدر يكتشف المعلومات او طريقة التواصل اللي هو بيتعلمها. النقطة التانية هي الديد دروب، يعني مكان معين يسيب فيه رسالة وشخص تاني يجي يستلمها، ما بيسلمش ايد بايد. ممكن تبقى مكتبة عامة او حتى فتحة حيطة، واسامي الاماكن دي كانت برموز واشكال ورسومات، ما كانش ليها اسامي صريحة، كان كل مكان ليه الرمز المحدد بالنسبة له. وكان في مكان تاني بيتعمل فيه اشارة انه حط رسالة علامة صح، ويجي الشخص التاني لما يستلموا الرسالة يعمل علامة صح تانية، ولما الرسالة تتسلم ويتقري وكل حاجة بقت تمام والمعلومات اللي فيها بقت مفيدة، بيتحط لون تاني على علامة الصحين عشان
احنا كده استلمنا، احنا كده تمام، انت كده هتقبض. الحوار ده ما بيفكركش بالواتساب بتاعنا دلوقتي؟ نفس الفكره. الجزء الثاني وهو التشفير. اتعلم يكتب رسائل بالحبر السري تبان وتختفي بحسب المواد المستخدمه، وكل حبر كان ليه ماده مستخدمه لكشفه، وكمان كان في لغه سريه بيكتبوا بيها الكلام او الرساله اللي هم عايزين يوصلوها. ما كانش انجليزي، ما كانش فرنساوي، كانوا عاملين لغه من اول وجديد. وعشان ادم كان ذكي جدا فقدر يتعلم اللغه دي باسرع طريقه، وكان ممكن يجيله معلومات او يوصل معلومات مثلا في كتاب طبخ، طريقة طبخ معينة، ويعلم على حاجات معينة. هي دي الرسالة اللي عايز يوصلها، هي دي المعلومة اللي اكتشفها. شوية تفاصيل في التشفير كانت جامدة جدا هو اتعلمها، وهم بصراحة عندهم طرق جامدة. ومش هم بس، اي جهاز مخابرات في العالم عنده طرق ما حدش يقدر يكشفها نهائي. واغلبية الاسماء في الموبايل بتاعه كانت عبارة عن اسماء وهمية لارقام تواصل ملهاش اي علاقة بالبلد اللي هو شغال معاها. هو تواصل بلد لبلد لبلد عشان خاطر في الاخر يبدأ ان هو يوصل الرسالة من غير امره ما يتكشف. اما تالت حاجة وهي تهريب المعلومات. اتعلم انه يحط ميكروفيلم في قميص زرار صغير يبقى لابسه، يخش بيه اي مطار ويعدي بيه من اي حتة من غير ما يتكشف، ولا اي جهاز امني ولا حتى سنسور يكشفه. واتعلم انه يحط USB في نعل الجزمة. تخيل انت USB او فلاشة في نعل الجزمة. وكمان الساعة بتاعته كان فيها شوية اوبشنات وحركات واي حاجة تساعد التواصل او تجسس او زي GPS، شوية حاجات كده تكنيكال كان متعلمها، كانت بصراحة موصلة لمرحلة انه جاسوس احترافي. وبصراحة في طريقة تانية عجبتني قوي، انه كان بيطبق الورق جوه علبة السجاير الخلصانة ويخلص ويرميها، وتبدأ الشخص ياخدها بعديه عشان يبدأ يوصل الرسالة اللي برضه لو حد لقاها مش هيفهم ايه المكتوب فيها، لان هي مكتوبة باللغة السرية والحبر السري. فآدم وصل لمرحلة من الخبرة في الجاسوسية رهيبة جدا. بداية العمليات بالنسبة لآدم، آدم رجع مصر أخيرا. الموساد بدأ يطلب منه معلومات بقى قوية، طلبوا منه انه يقرب لشخصيات مهمة في الدولة وشوية موظفين معينين في اماكن معينة عشان يبدأوا يستخلصوا منهم معلومات وياخدوا منهم اوراق ملهاش اي علاقة ولا ليها اي لازمة بيهم اساسا، بس هم فاكرين او الوهم فهمهم ان هم يقدروا يوصلوا لاي حاجة او ينسبوا اي حاجة لنفسهم. وطلبوا منه انه يجمع معلومات عن مواقع حساسة، عن تكوين في الجيش، عن صحابه العساكر، عن الكتايب اللي موجودة، عن اسم الضباط اللي ماسكين الكتايب، عن القادة بتاعت الجيش. طلبوا منه معلومات رهيبة جدا. لكن الصدمة لآدم انه ما كانش يعرف ان المخابرات المصرية كانت متابعاه، كانت راصدة كل تحركاته في فرنسا ورصدت تحركاته جوه مصر. والمخابرات المصرية اول ما حست ان آدم قرب من معلومات سرية من احد الموانئ في مصر، وفي لحظة معينة قبضوا عليه، ولكن مش عربيات بوكس، مش عربيات حكومة، ما عملوش دوشة، خدوه بطريقة شياكة. بص، قبضوا عليه بطريقة ما تحسسش ان هو لو حد مراقبه انه اتقبض عليه، طريقة سرية، قبضوا عليه بطريقة صايعة. والمفروض انك جاسوس للبلد وانت خاين، الاعدام على طول، مفيش هزار، مفيش محاكمة عسكرية حتى. خاين في ادلة للخيانة اوريدي، انت تم القبض عليك كده، انت اتعدمت، مفيش اي تفكير. ولكن هم عرضوا عليه صفقة جديدة، طلبوا منه انه يشتغل معاهم بس لصالحهم، يشتغل معاهم ويشتغل مع البلد التانية، ولكن في الاخر لصالح مين؟ في الاخر لصالح مصر. طلبوا منه انه يديهم معلومات سرية ولكن وهمية، معلومات سرية هيتأكدوا منها يلاقوها حقيقية ولكن هي مش حقيقية. هم عايزينه برضو يبقى شغال مع البلد التانية ولكن في الأساس هو شغال مع مصر. هيوصل لهم المعلومات اللي هم عايزين يوصلوها، عايزين يبعتوا معلومة مثلا أونطة، معلومة كذب، معلومة أي حاجة ملهاش لازمة، ويبدأوا يلعبوهم بطريقة هم أدرى بالطريقة اللي كانوا طالبينها منه. وكانوا عايزين إيه من آدم بقى، أو عايزين من علاقته بيهم إيه؟ إنه يجيب لهم المعلومات، يعرفهم على الاشخاص اللي بيتعامل معاهم واللي هيتعامل معاهم واللي هيتعرف عليهم، يعرفهم كل التفاصيل اللي بيشتغل بيها معاهم، يعرفهم طريقة التشفير، طريقة التواصل، طريقة ارسال المعلومات، اللغة والحبر السري والحروف والرموز والكلام ده كله كانت المخابرات المصرية طلباها منه. وانه يفضل باستمرار يعرفهم على اي تحديث او اي ابجريد بيحصل في طريقة التواصل بتاعتهم وبينهم. ومن هنا بدأت لعبة القط والفار. بدأ يومين يشتغل لحساب دول ويشتغل لحساب دول. آدم في الوقت ده
كان مشتت، مش عارف انا ادي انتماء لمين. بعد ما رجع فرنسا انا دلوقتي حر نفسي، هل افضل شغال مع الموساد ولا هل يبقى انتمائي لمصر، ولا هل انا استفيد ايه او اعمل ايه او اشتغل ازاي او اقف في صف مين. كم مره يشتغل المخابرات المصريه يقول لهم انا سلمت لكم ميكرو فيلم في المكان الفلاني، ويروحوا ويلاقوا ما يلاقوش القطعه اللي حاطط فيها الميكرو فيلم. كان مره يروح للموساد يقول لهم انا جبت لكم المعلومات الفلانيه وهي في الاخر ورقه فاضيه، يقول لهم لا انا كنت كاتب فيها مش عارف ايه. ادم ما كانش عارف يقف او يركز او يحدد هدفه او يحدد انتمائه. ومره ادم لقى عربيات بتراقبه، دايما في حد متابع خط سيره، وادم كان كل ما يخش في شارع يلاقي عربيات بتجري وراه. كان عايش فيلم اكشن، فيلم اجنبي حرفيا، كان عايش حياته كلها خوف. كان كل يوم يصحى من النوم مش عارف اذا كان هيرجع الفندق ينام فيه تاني، ولا اذا كان هيروح مصر، ولا اذا كان هيتم اعدامه، ولا هيتقبض عليه ويتعذب ويتحقق معاه. ادم كان بقى ايه، خلاص ما بقتش فارقه معاه حاجه في الدنيا، والفلوس كانت بتزيد، والسفريات كانت بالنسبه له مغريه، والتعرف والعلاقات والفنادق والفلوس والسهرات والحفلات والبنات كل ما يجي في خيالك كان ادم عايش فيه حرفيا. لحد ما قلبه اتغير وولاؤه اتغير وانتمائه اتغير. ادم بدأ يحس ان الموساد بالنسبة له هو الامان مش مصر، لما شاف الفلوس وشاف المتعة وشاف الدلع وشاف ان الناس دي مهتمين بيه جدا اكتر من مصر، لان التواصل كان قليل جدا، مش عشان خاطر هم كارهينه، ولكن كان عشان خاطر هم كانوا خايفين ان امره يتكشف، خايفين ان تجنيده ليهم يتم اكتشافه. ولكن ادم بعد ما حس ان الموساد بقى هو الاولى، الموساد هو الاحق بيا، الموساد هو الاولى بانتمائي، قرر قرار صعب. قدر يوصل لمعلومات لخطة عسكرية للحدود للجيش المصري واكتشفها، أيدها في ورقة وسلمها للموساد. طبعا المخابرات المصرية اكتشفت انه عرف المعلومات دي وان سلمهم وانه باعهم. هل المخابرات المصرية تسكت؟ شكرا، المخابرات المصرية قررت تنهي اللعبة. جهزوا له مستندات مزورة عشان يبدأ يسلمها للموساد في المطار، ومن هنا حصلت الخطة. قبضوا عليه في المطار بالبلاغ اللي المخابرات كانت مقدماه، واتفتشت شنطته واتكشف المستور يا معلم. ادم كده قدام الدولة وقع متلبس ومعاه كل الادلة، والمخابرات بتاعت الموساد عرفت وشافت انه اتقبض عليه، فكده هم رموا طوبته. وبعد القبض على ادم تم التحقيق معاه باسئلة وليالي وايام، اتعمل معاه كل الطرق عشان يستخلصوا منه المعلومات ويبدأوا يعرفوا هو ليه فقد الولاء او ليه فقد الانتماء لبلده. وبدأت بقى الاسئلة من نوع مين كان مشغلك، اسمهم ايه، المعلومات كانت مع مين، ايه المعلومات اللي انت سربتها، ايه الحاجات اللي انت استفدتها، فين الفلوس اللي انت خدتها، وطلبوا منه انه يعترف بكل حاجة. ادم بقى عمل لك فيها شخصية العيل الصغير المضغوط وحاول يبرر كل الاخطاء اللي ارتكبها. وادم اندمج في شخصية الطفل المضغوط اللي الدنيا جاية عليه، كان بيحاول يبرر كل الغلط اللي عمله. طب يا ابن الجزمة انا عايز اعرف حاجة، انت مش المخابرات مسكتك وقالت احنا مش هنعمل فيك حاجة بالاضافة الى انك هتشتغل معاهم وانك هتبقى وطني وانك هتبقى ضابط مخابرات مصري حرفي وهيتم تكريمك وانت هتبقى بطل لمصر؟ يعني يا ابن الجزمة بعت كل ده ورحت برضو سلمت نفسك، رحت برضو خنت بلدك تاني. بتبرر ايه؟ بتبرر ايه لمين؟ هم اللي ادوك الفرصة بتبررها لهم تاني؟ انت مجنون يا ابني. لكن مفيش حاجة تبرر الخيانة مهما كان احتياجه قوي، مش الحاجات التافهه اللي هو كان بيقولها كمبررات ليه كان بيحلل ان هو يشتغل جاسوس ضد مصر. المحكمه العسكريه كان المفترض تحكم عليه بالاعدام شنقا، ولكن حكمت عليه بالسجن المؤبد مع الشغل. مش رحمه منهم، كده كده نهايته الاعدام، لكنه كان صندوق اسرار لازم يفضل عايش ويقول لهم ويحكي لهم ويعرفهم كل المعلومات اللي قدر يوصل لها وهو شغال مع الموساد. والموساد بدا يبعت رسائل ويتواصل ويدخلوا وسطة عشان ياخدوا ادم تاني، عشان بالنسبة لهم ادم بني ادم اجتماعي بيعرف يتواصل ويقرب ويتعرف ويكسب ثقة اي شخص بيتعرف عليه، وبالاخص انه في اللغات كان بيرفكت، ما كانش لسه هيبذلوا مجهود ان هم يجندوا شخص جديد. لكن مصر رفضت نهائيا وقالت جملة واحدة، اللي يخون مرة هيخون 1000 مرة.
دي كانت كلمة او الرد الاساسي للمخابرات. عدت سنين، ادم اختفى، ناس قالت انه مات في الزنزانة، ناس قالت انه تم الاعدام، ناس قالت انه تم تبديله مع اسرى، تم تبديله بص، اتقال مليون حاجة، اتقال عن ادم مليون قصة. النهاية لسه محدش عارفها لحد النهاردة، لكن الحقيقة لحد النهاردة غامضة. واللي مش غامض ان الخيانة نهايتها دايما بتبقى مأساوية. والسؤال اللي انا عايزك تجاوب عليه دلوقتي في الكومنتات، هل لو كنت مكان ادم والحيل والحوارات اللي حصلت دي والفلوس اللي تمسكها دي كلها، كنت هتفكر انك تبيع البلد، ولا كنت هتفكر انك تكسب المال، ولا كنت هترمي ده كله على جنب وتبين انتمائك لبلدك ووطنيتك والكلام ده؟ انا اخوك الدولي، وهنا بحكي لكم قصص حصلت على مر التاريخ وقصص بتحصل واي حاجة بتحصل في المستقبل. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو شاركت معنا في الكومنتات يبقى زي الفل. استنوني في قصة جديدة. سلام.